شيرين أحمد، اليوم كأهالي مدينة منبج بنشوف إنه العزل المفروض على القائد عبد الله أوجلان، طبعا اللي هو حاليا هو موجود بسجن إمرالي، صار له 24 سنة بهذا السجن، اللي صارت طبعا من خلال مؤامرة دولية، الدول المعادية لفكر القائد عبد الله أوجلان اللي شاركت بهاي المؤامرة اللي هلا خلتهم يكون بهذا السجن ضمن يعني تحت تعذيب على القائد عبد الله أوجلان. نحن كأهالي مدينة منبج يعني فينا نقول لو مو بس فكر القائد عبد الله أوجلان وصل لمدينة منبج أو شمال وشرق سوريا، لا، فينا نقول الشرق الأوسط كلياته أو العالم أجمع، يعني فينا نقول إنه وصلت له الفكر القائد عبد الله أوجلان من خلال كتبه أو من خلال اللي عم بيعطوا محاضرات باسم القائد عبد الله أوجلان على أساس فكر وفلسفة القائد. العالم قدرت تعرفه يعني، وتعرف فكري اللي عنده، وتعرف شو كانت غايته. الرفيقة حنان محمد، هذا القائد العظيم الذي تم حجزه بسجون التركية، سجون الدولة التركية الغاشمة مدة 24 عام. نقول لهذه الدولة يكفي هذا القائد الذي حجزوه ولم يحجزوا فكره. إننا نستمد الفكر والحرية وما وصلنا إليه من منجزات من فكر هذا القائد المسجون لديكم. نحن نطالب منظمة مناهضة التعذيب بتقديم تقرير عن وضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان. اسمي عبد الستار حج حسين. ندين ونستنكر العمل المنهج بعزل القائد عبد الله أوجلان وفكر القائد عبد الله أوجلان. طبعا عبد الله أوجلان يعتبر من الشخصيات الهامة بالنسبة للتحرر وللديمقراطية الجذرية، صاحب فكر ومبدأ. وإن شاء الله ونتمنى من المنظمات الدولية وحقوق الإنسان والأمم المتحدة وكل إنسان حر على هذا الكوكب إنه يساهم لو مساهمة بسيطة للكشف عن حياة القائد عبد الله أوجلان وعن صاحب الفكر وصاحب المبدأ والعقيدة وأخوة الشعوب.